الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما حكم الجمعيات؟ وهل تعتبر مسألة اجتهادية؟ وما الفرق بينها وبين المراكز، إذ أن أصحابها يقولون لا فرق؟ القول بعدم التفريق بين الجمعيات ودور الحديث السلفية والمراكز العلمية هذا قول باطل، وما قد سمعنا من يقول به، إلا أن يكون من المكابرين، فالمكابر لا عبرة بكلامه. وأما الجمعيات فأصلها من الماسونيين، ويشترطون لتأسيسها أن تكون مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن يكون لها حساب في البنك، وأن تجري فيها الانتخابات لاختيار رئيسها ومن إليه. زد على ذلك ما فيها من الولاء والبراء الضيق، وما فيها من صرف الناس عن العلم والعمل إلى الدنيا. وقد كتبت مقالا وأنا في دماج قبل أكثر من 13 سنة بعنوان القول الفصل في الجمعيات، وبينا إن كانت من الدين فهي محدثة، إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن كانت من المعاملات والأصل فيها مثلا الإباحة فينظر إلى مفاسدها، والواقع أن مفاسدها كثيرة فتحرم لهذا المقصد. والاحتمال الثالث أنها فيها مشابهة الكفار فتحرم لذلك. الشاهد أن الجمعيات كما قال شيخنا يحيى حفظه الله حركة بلا بركة، وكما أفسدت من رجال علم وسنة جمعية إحياء التراث والحكمة والإحسان ودار البر وجمعية أنصار السنة إلى غير ذلك من الجمعيات، والله المستعان. فبدء الحزبية دخول الرجل في الجمعية باختصار. كان شيخنا مقبل يقول حزبية مغلفة، بعد أيام قال حزبية ظاهرة.